كلام الدكتور كان صعب جدا. لما اديته الملف بتاع التحاليل والاشعاعات اللي احنا عملناها قال جملة من أصعب الجمل اللي يسمعها أي حد: للأسف مفيش أمل. أنا اسمي ماجد ميلاد من المنيا، موظف في الشباب والرياضة. انا اسمي ماري مرات ماجد، متجوز من سنة 2010. في بداية ارتباطنا أنا وميري وفي وقت الخطوبة لما تعرفنا على بعض، وكنا دايما بنصلي من أجل إن الرب يقودنا، وكمان الرب كان بيدينا وعد إن سيكون لك نسل. فمن أهم الحاجات اللي كنا بنصلي ليها يعني. ولما ارتبطنا في 2010 كان زي أي اتنين بيرتبطوا يعني، وكنا حياتنا ماشية طبيعية جدا، بنسافر ونروح ونيجي وبنخدم. واستمر الموضوع ده لمدة 5 سنين. فبدأنا نفكر، جينا في سنة 2015 كده قلنا احنا الرب لسه ما اداناش بيبي، فقعدنا نصلي. واحنا طبعا طول السنين دي بنصلي يعني، بس ركزنا قوي في 2015 ان احنا لا ناخد خطوات ونروح لدكاترة ونعمل تحاليل طبعا ولف كتير قوي كده. فكرنا كتير انه نروح لدكاترة، ولفينا وقت كبير جدا على الدكاترة، وخدنا آراء ناس كتير جدا، وتحركنا ناحية ناس دكاترة أكبر وفي دايرة أوسع. رحنا القاهرة ورحنا لدكاترة كتير كانوا بيحبطونا جدا، ما كانش كلام الدكاترة بيطمن خالص. كلام الدكتور كان صعب جدا. لما اديته الملف بتاع التحاليل والاشعاعات اللي احنا عملناها، فقفل الملف وقال يا جماعة بكل صراحة الأمر صعب جدا، للأسف مفيش أمل. وقال جملة من أصعب الجمل اللي يسمعها أي حد بالنسبة لي، كان إن هو ما ينفعش تخلفه طبيعي، فلازم يكون في عملية حقن مجهري. فده بالنسبة لي كان صدمة شوية كتير أوي يعني. اليوم ده كان من أصعب الأيام اللي أنا يعني مريت بيها أنا وميري لما كنا في القاهرة. ولما نزلنا من عنده أنا فاكر الموقف ده، كان حاسس إن الدنيا مظلمة تماماً ومش عارفين نفكر نعمل إيه ونروح إزاي. ومن جوايا بقول للرب هو الكلام ده حقيقي اللي أنا سمعته؟ خرجت من عند الدكتور كنت منهارة جدا، كنتش قادرة أتكلم، كنتش قادرة أبص على أي وش حد خالص، لأنه كان الأمر صعب خالص. فكرنا إن احنا نصلي الأول ونشوف يا رب هو الأمر ده منك ولا لأ. كنا بنصلي كتير وقلنا يا رب احنا محتاجين منك علامة نتحرك ناحية الأمر ولا لأ. فكنا بنصلي يا رب ارشدنا. وحاولنا طبعا ناخد الموقف ونروح لدكتور تاني، ورحنا فعلا دكتور تاني ولقينا نفس الكلام ونفس الجملة بالظبط اللي احنا سمعناها. بس بعديها بوقت كده انا فاكر ان عندنا اصحاب قريبين لينا قوي قوي يعني، ناس بيصلوا معانا وبيصلوا من اجلنا كتير، فدعمونا قوي وشجعونا ليه لا ما نعملش موضوع الحقن المجهري ده. من المبدأ من الأول أساسا كنا رافضين الموضوع، إن الوعد اللي احنا واخدينه كنا مصدقين في ربنا إن هو هيجي بالكلمة بتاعته، مش مساعدة مساعدات تانية من دكاترة أو طب أو أي وسيلة كان. بس لما جه حاجة اسمها الإلحاح من ناس قريبين لينا فاضطرينا نعمل كده. وقعدنا وقت فعلا صلينا أنا وميري من أجل الموضوع، يا رب المشوار ده أو الخطوة دي هل ده منك، ونكون ماشيين صح في المشيئة، والطريقة دي هل يناسب كلمتك والوعد اللي انت قلته ولا لا. فعلا في أواخر 2015 بدأنا ناخد الخطوة دي، ولقينا إنه حد بعت مسج لماجد بيقول له ماجد أنا بصلي ليكم كتير جدا ناحية الأمر ده، وأنا عايز أبارككم في الخطوات اللي جاية وأشارككم في الوقت اللي جاي كله. كل خطوة بتعملوها قولوا لي انتوا بتعملوا ايه، وأنا هصلي معاكم وهشارككم الصلاة وهنصوم مع بعض وهندعم بعض. أنا أيمن حنا وزوجتي مادونا، إحنا أصدقاء لماجد وميري من وقت طويل. رب سمح إن إحنا نروح أمريكا ونعيش هناك، لكن رغم بعد المسافات لأني في تواصل بيننا وبنصلي أجل بعض.
في وقت كده كنا بنصلي فيه انا ومادونا، والرب شغلنا قوي بماجد وماري وحطيناهم قدام الرب في الصلاه، وكنا عندنا ثقه في الرب بان هيكون عندهم طفل، وكان صوت الرب لينا اني صلي اكتر، وصوت الرب لينا كان اتصل بماجد وكلمه وشجعه واقول له الكلام دوت. فعلا كلمت ماجد واتصلت بيه، والمفاجاه ان هو قال لي يا ايمن مش انت لوحدك اللي تقول نفس الكلام، لكن في ناس كتيره بتصلي لاجل الموضوع دوت، وكل اللي بيصلي بيقول نفس الكلام ان الرب هيعمل معجزه في حياتهم. واتشجعت جدا بالكلام دوت، وكنت بتابع معاهم بعد كده في كل وقت كانوا بيمروا فيه وكل تجربه مروا فيها. كلمني بعديها قال لي انا بصلي لكم كتير خالص من اجل كل خطوات تاخدوها، وانا بدعمكم ببركه في الوقت الجاي وفي خطواتكم الجايه، وتدعيم كامل، وباركنا بركه كبيره جدا. فحسينا ان الموضوع الخطوه دي لا، قلنا ان احنا يعني ده اكيد رد واضح من الرب. فعلا بدأنا في الخطوات ان احنا نمشي في الاجراءات بقى ونتابع مع الدكتور اللي هنا في المنيا ويقول لنا هنعمل ايه الوقت الجاي. ففعلا قال لنا وكلمنا مستشفى في القاهرة ورحنا. طبعا ميري خدت عليا كتير قوي استعداد العملية وتعبت يعني قبل ما نروح. ولما رحنا المستشفى هناك بدأنا عملنا العملية. الغريبة بقى ان انا اللي شفته هناك ان كان كل الناس اللي بتدخل تطلع على طول، لكن ميري قعدت وقت، قعدنا 3 ايام. انا فاكر الموقف ده وكانت تعبانة خالص. وانا داخله اوضه العمليات ما كنتش قادره اقف نهائي، حصل لي مضاعفات جامده جدا جدا. دخلت اوضه العمليات وعملت العمليه، ولما فقت تفاجأت ان انا برجع ترجيع رهيب جدا، لدرجه ان انا صوتي جاب يعني صوت الممر. كل الدكاتره دخلت في ايه اللي بيحصل. فدخلوا ادوني حاجات تهدي شويه معايا اللي حصل. واحنا في المستشفى فالدكتور قال انا حطيت زرعت 4 يعني 4 اطفال يعني. فطبعا قلت له ليه ده؟ يعني ده كتير قوي وليه؟ قال لي يعني يوم ما يعني نفرض ان حصل اي حاجه هيتبقوا 2 مثلا او 1 بكتير، احنا كده ضمننا 100% هيبقى في حمل يعني ان شاء الله. قلت له امين. بس فقال تعملي تيست بعد 10 ايام. وبعدين برضو رجعنا المنيا وخدت البروتوكول العلاجي اللي مكتوب بعد العمليه دي، ومشيت في الموضوع ده. وكنا منتظرين بقى المفاجاه، يعني واخدين الامر منك يا رب، فانت اكيد مش هتخذلنا. انت قلت وانت امرت وانت اللي اتكلمت ناحيه الامر ده، واحنا مصدقين انه الامر مش هيكون فيه فشل، لانه الامر بدا منك انت واحنا ما قررناش، انت اللي رتبت كل حاجه. فالغريبه ان احنا عملنا تيست 10 ايام، تفاجأنا باصعب وقت تاني بالنسبه لي بعد الدكتور ان ما كانش فيه حمل. فالسؤال اللي دار جوايا اني طب احنا مشينا في الخطوات وعملنا كل حاجه، وبالظبط زي ما بيقول كده عملنا اللي علينا يعني، وكل حاجه كانت متسهله وكل حاجه كانت مترتبه، وكان في تدعيم من اصدقاء قريبين لينا وصلاه، وكنا بنصلي من اجل الخطوه دي. لكن تفاجأنا ان الوقت ده كان اصعب وقت، وكان صدمه بالنسبه لنا طبعا اني ما نلاقي الموضوع فشل. دي كانت بقى نقله في حياتي مختلفه، رحله تانية مختلفه خالص. بعد النتيجه لقيت نفسي دخلت في حاله اكتئاب شديد جدا، مش بتكلم، مش عارفه اتعامل مع حد. شوف ماجد انا مش فاكراه، ناسيه اسمه. دخلت في حاله كده صعبه جدا. كان الموضوع صدمه بالنسبه لنا جدا يعني، وكان ده من زي بيقولوا كده اسود ايام اللي عرفنا فيه الخبر ده. وبعد ما تعبنا وميري تعبت ورحنا وسافرنا وعملنا وقعدنا 3 ايام، وكان الموضوع مرهق جدا جدا جدا. بس بعد كده كان في تساؤلات طبعا، وكان في تفكير رهيب جدا في الخطوات اللي احنا خدناها. وكنت بسأل الرب من جوايا كده واقول له لما الموضوع مش مشيئتك كان الموضوع مشينا فيه ليه؟ وتعبنا جسديا
وصلينا وقت كتير قوي. بس كان من جوايا انا وميري، انا فاكر الوقت ده. بعديها احنا قعدنا ايام ما بننزلش من البيت، شبه ما بنتكلمش حد، كنا منفصلين منعزلين تماما. بس في نفس الوقت كنت دايما لما بدخل اصلي اقول يا رب يعني انا مصدق ان الموضوع في ايدك مش في ايدينا، واحنا عملنا اللي علينا، هو الموضوع بسيبه عليك. احساسي كأب ناحية ماجد كمان انه مشتاق يشوف ليه طفل. افتكرت كل الشريط ده والرحلة دي اللي دامت 11 سنة. الحقيقة أنا موقف ماجد وميري طول الوقت كان عندهم إيمان غريب. بعد ما شجعناهم كمان على العملية والحقن، وأحبطنا لما فشلت، إصرار ماجد وميري إنه ربنا هيعملها بالإيمان. اتحمسنا أكتر، وكما لو إنه كانت هي دي الطريقة اللي ربنا هيبدأ يستجيب بيها للصلاة بتاعتنا إحنا كلنا. ولكن إحنا اتفاجئنا إنه مش ده اللي حصل. العملية أثرت على ميري بالنيجاتيف، والحالة الصحية بتاعت ميري اتدهورت خالص. إحنا كمان جات لنا صدمنا إنه ما كانش ده اللي إحنا مستنيينه، ما كانش ده اللي متوقع إن هو يكون نتيجة طبيعية للعملية يعني. بعد كده قلت له ماجد هو النهارده ايه؟ قال لي النهارده الحد. قلت له يلا ننزل الكنيسة. ونزلنا الكنيسة، قعدنا وسمعنا الخدمة وخدنا المعدة ورجعنا البيت. دي بقى كانت حاجة مختلفة خالص. أنا وماجد انهارنا، كان الأمر صعب علينا جدا. قعدنا نقول له احنا بنشكرك، احنا بنشكرك، احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك. ما عندناش حاجة نقولها غير ان احنا بنشكرك. قعدنا وقت طويل جدا، 6 سنين لغاية 2021. بس قبل 2021 أنا فاكر لما كنت بخدم الرف التسبيح وكده، كنت دايما اروح خدمه الاقي اللي بيخدم المتكلم كان يتكلم عن ابراهيم وساره، وانا دايما كنت احب القصه دي جدا. حتى واحنا بدايه ارتباطنا انا وميري كنت احب ان كنت حاطط هدف ابراهيم وساره ده قصه لا تنتهي، واختبار حقيقي ان مهما طال السنين ومهما طال العمر ومهما طال بيزداد صعوبة من ناحية أفكارنا ومن ناحية إدراكنا لسننا وإمكانياتنا، لكن هو عنده وقت مع إبراهيم وسارة مهما كان سنهم. أنا فاكر الاجتماع ده كويس جدا بالتفاصيل. يوم الأحد الصبح في الكنيسة الرسولية الشرابية لقيت القسيس ناشد كان بيتكلم عن إبراهيم وسارة. فالمهم وأنا قاعد ببص الميل الناحية التانية، فاستغربت جدا. وكان الاجتماع ده كان فارق معانا جدا انا وميري. يعني لما رجعنا كنت متشجع قوي، مش عارف ليه، حسيت ان الموضوع كان مختلف عن كل مره. دخلنا بعد كده في حروب شويه، في صراعات شويه. ابليس كان بيحاول يخبط فينا في حاجات، لكن احنا كنا بنقول يا رب انت واجه الحرب دي، احنا مش بنعرف نعمل كده لكن انت تواجهها. بعد كده تفاجأت انه انا تعبانه جدا جدا ومش عارفه في ايه، فجربت ان انا اجيب اختبار وعملت اختبار حمل. بابا كان تعبان، مر في وقت تعب كده، فبعد وفاته ب4 ايام انا كنت في البيت عند بابا، فلقيت ميري بتصل بيا بتقول لي يا ماجد بص انا هقول لك على حاجه، بس يعني ايه ما تتخضش قوي، وكمان ما تاخدش الموضوع ثقه يعني. بقول لها في ايه يا مرمر؟ بتقول لي بص انا عملت اختبار ولقيت نفسي حامل. ماجد انا حامل يا ماجد، انا حامل، مش عارفه ازاي، انا مش مصدقه. قلت لها انا جاي لك يعني. فجبنا اختبار تاني. المهم احنا عملنا 3 اختبارات في اليوم ده. فطلع ان في حمل. فروحنا الدكتور، ما كناش بنتابع معاه اساسا خالص. لقينا ده في كيس وكده، فكان جهاز قديم كده، فقال في حمل وبتاع. كويس، طبعا انبسطنا جدا. فكان في دكتور اللي احنا بنتابع معاه اساسا عارفينه كويس وعارفنا وعارف ميري، فاستنيناه كان مسافر ورجع، فروحنا. فطبعا عنده جهاز
احدث شويه. بس في الوقت ده كان فرق يومين. فطبعا ميري دخلت على النت وقالت ان هل ينفع الكيس ده يبقى فاضي. فقال يعني على جوجل يعني، فعرفت ان الكيس ده ممكن يكون فاضي. بعد كام يوم رحنا لدكتور تاني، فبنقول له يا دكتور، بديله الاختبار، فبقول له يا دكتور اتفضل. فقال لي ايه ده حمل. فقلت له انا مش عارفه، بس انا جبت الاختبار لحضرتك وانت عارفني من زمان وعارف حالتي. فقال لي تمام، لا اطلعي السرير بسرعه عشان عايزه اشوف. طلعت على السرير وعمل بالسونار وقال لي يا الهي، الرب قال كلمته، الرب قال كلمته، هو الرب قال كلمته خلاص. فقلت له بجد يا دكتور؟ الدكتور كان فرحان اكتر مني. الدكتور اول ما شاف السونار وشاف البيبي فقال يا جماعه مبروك، بجد انا فرحان جدا النهارده. مش ممكن، مش معقول، دي اكيد معجزه، ربنا قال كلمته. بقول له بجد يا دكتور في بيبي جوه الكيس؟ فراح فتح الصوت قال ده بيقول بابا وماما، اسمعوا نبضه، ده بيقول بابا وماما كمان. فرحنا جدا واخدنا الامر من الرب. قال لنا يمكن ضعيف شويه، لكن احنا هناخد شويه علاجات وشويه ادويه، هنشوف الدنيا فيها ايه والرب يكمل ان شاء الله. ولما كان بيحكي معانا قال انا عارف ان الموضوع ده كان مستحيل يحصل طبيعي. واستغربنا قوي ان هو كان بيتكلم كده واحنا يعني طب انت ما كنتش بتقول ليه؟ فكان هو كان بيشجعنا في الكلام وما كانش حابب ان هو يحبطنا يعني من الاول. بس انا صدقت ان ايد ربنا القديره ان هو يقدر يعمل كده بكلمته، مش بامكانيات الدكاتره اللي احنا عارفينها يعني. واحنا لينا حدود وبالطب وبالعلاج نقدر نعمل ده، لكن الفوق الواقع ان هو يتقال كلمته وكلمته اتنفذت يعني. لغايه وقت الولاده والرب عمل المعجزه كامله، ادانا اجمل طفل في الدنيا هو جايدن. وفعلا اقدر اقول لكم ان الله قدير صالح، مفيش حاجه مستحيله عليه، هو يقدر على كل شيء. والرب ادانا جايدن معنى لقد سمع واستجاب. وكنا بندور على المعنى اكتر من ندور على الاسم يعني، ما كناش بنفكر في اسم جايدن اكتر، وكنا بنفكر بالمعنى ده ان احنا عايزين اسم يكون معنى ان الله قد سمع واستجاب لصلاتنا. جوجو هو عنده 2 سنين قررنا نعمل له عيد ميلاد، فالرب ادانا كلمات ترنيمه عملناها بيعبر عن امتنان للرب وعن حكمه الرب في توقيته. كان الترنيمه دي كنا بنصلي جدا انا وميري، لان الترنيمه دي تفرق مع ناس كتير وينفع تترنم كل طفل يعني. الله الغني بالقدرة الإلهية، طانا جايدن أحلى هدية. وجودك في حياتنا بركة ما تتوصفش بالكلام، وكل ما نشوف منك حركة قلبنا يمكن امتنان. الله الغني بالقدرة الإلهية، طانا الرب صالح وإلى الأبد رحمته. صلي تعيش كل أيامك في فرح وفي سلام، أحلامك وتعيش له بقلبك بالتمام. اللقا أصل الحكاية.